تحذير 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 لاخواتنا المصريين واخواتنا السودانيين واخواتنا من كل الجنسيات يا جماعة. كلنا على حد سواء لازم نحذر من النصاب ده، لان النصاب دوت راح لاخواتنا السودانيين وعمل عليهم تمثيليه ان هو من امن الدوله، ولما حسوا ان كلامه كل شويه بيتغير ومتناقض فقرروا ان هم يصوروه. وبعد كده هو لما عرف ان هو بيتصور قال لا ان هو من جهه خيريه وعلشان بيتعالجوا كده، هو كان بيعمل اي شغل بحيث الاول يخوفهم، وبعد كده لما حس ان هو بيتصور فقرر انه يغير كلامه وان هو كان عايز ياخد فلوس باي طريقه. عموما ان هو بعد كده هو اتهرب وجرى، وهم صوروا الفيديو ده علشان يبقى امان ليهم. بس انا بحذر اي حد ممكن يتعرض للموقف ده من اي جنسية، حتى احنا كمان، خلوا بالكم وما تصدقوش حد. بصوا ايه اللي حصل بالظبط. انا شفت البوست ده والفيديو انا شفته كمان. بتقول اليوم 3/1/2026 خبط على باب شقتنا قبل الفطار. هي مش عارفة ايه قصدها، 3/1 ولا 1/3 سيان يعني. خبط على شقتنا قبل الفطار راجل انه هو تبع امن الدولة وانه محتاج يشوف ملفاتنا القانونية في مصر. تمام، هو دخلهم بصيغة ان هو من امن الدولة ومحتاج يشوف ورقهم يعني والاقامة وكده. بعد ما فتحت الباب وطلبت منه بطاقة تثبت ان هو امن دولة، برافو عليها، هي ما خافتش من الكلمة وطلبت ان ما يثبت شخصيته. قال ان هو تبع الجيش المصري. بص غير حاجة تانية، غير هويته وطلع بطاقة مكتوب عليها احمد حمادة، وقال ان هو محتاج يصور جوازات السفر والاوراق الرسمية بتاعتنا. الله اعلم كان ايه في نيته. وورانا في تليفونه صور لجوازات وبطايق ناس كتير علشان يقنعنا اننا نديه. وطبعا دي كارثة لانه ممكن في ناس صدقته و ممكن يكون دي بطايق حقيقية وهو اللي صورها، وممكن يكون هو عاملها فوتوشوب ولا حاجة علشان يقنع الناس تانية. المهم طلبت منه يوريني بطاقته. لما قريت في بطاقته مكتوب انه هو تبع جهة طبية. الله، يعني لا امن دولة ولا حتى تبع الجيش. بعد كده مكتوب ان هو زي جهة طبية ليها وساعتها قلت له انت تبع جهة طبية وانه مش مكتوب حاجة ليها علاقة بامن الدولة في البطاقة. ساعتها بدأ يقول انه دي خدمة الزامية. شفته بقى بيتكشف. قال ان دي خدمة الزامية وان الدولة فرضت علينا رسوم طبية غير اختيارية. طب يعني ايه الدولة فرضت رسوم طبية غير اختيارية؟ كلمتين عكس بعض. يعني فرضت رسوم يعني لازم تدفعوها طبية في مجال الطب يعني، بس غير اختيارية. طب ازاي فرضت وبعد كده عطاني غير اختيارية؟ سؤال ليه اجابة بس عنده هو ومش فاهماها. فبيقول قلت له ليه احنا مش معانا اختار بكده. وساعتها بدأنا بالتصوير لما حسوا ان في كلام متناقض وكده فابتدوا يصوروا. لما شعرنا ان هو شخص منتحل هوية رجل امن دولة وانه مجرد محتال بيستغل الظروف الحالية علشان ياخد فلوس، والله اعلم الصور والبطايق دي بيعمل بيها ايه. وبعد كده ان هو غير اقواله وقال ان هو تبع جهة خيرية. وبعد كده يا جماعة لما حس ان هو خلاص مش عارف يقول اي حاجة وعطاهم ورق كده في زي اللي هو بيقولك مثلا المعامل ايه دكاترة ايه وبيبقى في عاملين عليها عروض وكده، هبل في عبط طبعا هو بيعمله. ف هرب وطلع يجري من على السلم وكده. لو هو فعلا شخص حقيقي وكده طب ما انت هتقف، ما انت معاك الحق. انما هو نصاب، بس نصاب اهبل. هو عمل اي حوار كده او اي حنكيش علشان يصدقوا، بس هم كانوا واعيين وظهر ان هم مجموعة كبيرة جوه الشقة ما دخلتش عليهم القصة وهرب. فخلي بالكم يا جماعة لو اتعرضتوا للشخص ده او اي حد بنفس الصيغة دي، خلوا بالكم اول حاجة تطلبوا البطايق منهم وبعد كده وصوروا على طول فعلا، وبعد كده روحوا بلغوا لانه هيجاب. والفيديو ده عموما هيتمنشن اهو برضو للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. و بجد هما مش مقصرين تماما، واي فيديوهات زي كده احنا بنعرضها وبيتقبض على اللي خالف العادات والتقاليد او خالف القانون او عمل اي حاجة مش مظبوطة بيتجاب. فانت هتتجاب وهطلع في فيديو هقول ان انت اتجبت، وان شاء الله قريب جدا جدا. سلام وخلي بالكم
وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا.